مرحبا بكم. اليوم سأشارك معكم قصتي حول كيفية تعلم البرمجة من الصفر وصولا إلى الاحتراف في وقت قصير وبشكل مجاني. قد يبدو الأمر مستحيل لكم، إني سأكون هنا لمساعدتكم ومشاركتكم الخطوات التي أتبعتها لتحقيق أحلامي. ندعوكم إلى استكشاف هذه المعلومات بعد الإنترو. قبل أن تبدأ في البرمجة أو أي شيء، حدد هدفا واضحا. لماذا ترغب في تعلم البرمجة؟ هل تهدف إلى كسب المال؟ هل تحتاج إليها في دراستك؟ أم تسعى إلى تطوير مهارات جديدة؟ تحديد الهدف سيساعدك في البداية لتحفيزك لتحقيق أحلامك. إذا كنت لا تملك حاسوب، لا مشكلة، يمكنك البدء باستخدام هاتف ومتابعة الدروس والتعلم من خلال. ابدأ بفهم الأساسيات، هذه الخطوة مهمة وسنبدأ قريبا بتقديم دورة تعليمية تشرح الأساسيات من الصفر وإذا كنت ترغب في البدء قبل دورتنا، إليك بعض القنوات التعليمية التي يمكنك الاستفادة منها لبدء تعلم البرمجة. لا تدرس لفترات طويلة، ابدأ بساعة يومية فقط. كما يفضل أن تأخذ راحة قصيرة في منتصف فترات الدراسة. بعد فهم الأساسيات، قم بإنشاء مشاريع صغيرة وحل مشاكلها لتطبيق ما تعلمته. وسنعمل على العديد من المشاريع لمساعدتك على التدريب على حل المشاكل. انضم إلى مجموعات برمجية لتتيح لك الفرصة لتطرح الأسئلة والتعلم من المتقدمين. نقدم هذه الخاصية على صفحتنا على الفيسبوك، ستجدونها في الوصف. تنظيم الوقت يعد أمرا مهما لتمكينك من التوازن بين البرمجة والعمل أو الدراسة. موضوع الوقت يعتبر موضوعا شامل وواسعا، وسنقوم قريبا بإنشاء فيديو مخصص يركز على هذا. في النهاية أردت أن أقول لكم: نعم، البرمجة سهلة وقد تفتح أبوابا كثيرة. لا تخجل من الأخطاء والفشل، بل استفيد وتعلم منه. نحن هنا دائما لمساعدتك في تحقيق أهدافك في عالم البرمجة، وسنكون بجانبك طوال الرحلة. لا تتردد في التواصل معنا إذا كنت بحاجة إلى أي استفسار أو مساعدة. بالتأكيد نلتقي في الفيديو القادم، ونتمنى لك رحلة تعلم ممتعة ومليئة بالنجاح. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.